السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعض فخدة خروف. اول مره اعملها على القناه، بس بصراحه الطريقه تحفه والنتيجه تحفه، وجربوها بالشكل ده وبالطعم ده. بصراحه حاجه كده فاخر من الاخر. يلا بينا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. قبل ما ندخل على اي فيديو طبعا بنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وندوس سبسكرايب ونفعل زر الجرس على الكل. ولو معايا على الفيسبوك اعملي لي متابعه. وجزاك الله خير. يلا بينا نشوف مقاديرنا وكمان الطريقه. يلا بينا. معايا هنا فخدة الخروف غسلها كويس جدا ونقعتها كمان في سكر وملح وورق لوري آه، حوالي ساعتين. نزلت هنا بقى بكمون وفلفل اسود وكمان بابريكا وبهارات 7 بهارات، وربع معلقة كده من القرفة وملح وتوم باودر وبصل باودر. على كمان بربع كوباية من الزيت. هكتب الكلام ده كله في صندوق الوصف، ولو في لو على الفيسبوك هكتبه في أول تعليق. وانزل كمان بربع كوباية من عصير الليمون. التتبيلة دي تحفة يا جماعة. معايا كمان معلقة صلصة، وبعد كده كمان معلقة من دبس الرمان ومعلقة من الصويا صوص، وكده تبقى التتبيلة بتاعتنا معانا تحفة. اقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. وحطيت كمان معلقة عسل ابيض، دي طبعا ما صورتهاش او مش الكاميرا قفلت عليها، فانا حطيت كمان معلقة عسل ابيض. ولو عندك عسل اسود تنفع، مفيش ده ولا ده يبقى معلقة سكر، لانها بتساعد في السوا وكمان بتخلي اللحم بتاع اللحم جوسي كده وطعمه جميل جدا. طبعا بايدك بقى او بالفرشة، فدي حاجة ترجع لراحتك انت. انا عاملاها بالفرشة كده بالشكل ده. ويا ريت كمان لو هتسيبيها ساعتين في التلاجة، ولو بيتيها كمان ليلة كاملة في التلاجة بتطلع معاكي بقى تحفة. معايا هنا بصل مقطعة كده حلقات، وكمان طماطم وفلفل اخضر اقطعه بالشكل ده، واحط عليه طبعا البهارات اللي هو الفلفل الاسود والكمون ورق اللوري والليمون وكل حاجه كانت عندي حطيتها. فاضل منها شويه بهارات صغيرين وكمان رشه من الفلفل الاسود. وامسكها كده افركها بايدي كده. بصراحه يا جماعه بتطلع معايا الريحه تحفه، وخلي نفس الاكل جميل جدا جدا. طبعا يا جماعه بقى تقولي طب جوانتي، هقول لكم انا مش بعرف اشتغل بجوانتي. كلنا في بيوتنا بنشتغل من غير جوانتي، لان احنا بنعمل لاولادنا، فلو احنا شغالين لحد تاني ممكن نلبس جوانتي. معايا هنا بقى طماطم وفلفل، هفردهم بالشكل ده كده، وهنشوف هنعمل ايه تاني كمان. خليكم معايا وما تروحش اي مكان، الطريقه هتطلع تحفه. هنزل بقى كده بالفخده بتاعه الخروف كده على طبعا كان خروف صغير يا جماعه على الصينية بالشكل ده. وهكمل بقى التتبيلة كده من الجنب التاني. طبعا انا كنت عاملاها في ساعتها على طول، بس الاحسن انك تسيبيها في التتبيلة على الاقل ساعتين. ويا سلام بقى لو بيتت كمان ليلة كاملة، بتبقى جميلة جدا جدا. لكن انا بصراحة كنت مستعجلة فما بيتهاش، وكانت النتيجة معايا حلوة قوي قوي. يلا بينا ونشوف هنكملها ازاي مع بعض. طبعا بفكر يا جماعة اللي قاعد مش عمل اللايك، يلا بسرعة انزلي اعملي لايك واكتبي لي كومنت جميل زي كده، عشان كومنتاتك بتساعدني. وطبعا بالسكينة هعمل فيها فتحات صغيرة جدا، او فتحات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وادخل التتبيلة جوه الفتحات دي. طبعا بتساعد ان اللحم بتاع الفخذ ده ياخد من التتبيلة. لاني طبعا مش بيتها وما سبتهاش في التتبيلة شوية، فبيكون كده يعني بيوصل للحم من جوه. عندي بقى شطة سبايسي زي ما انتوا شايفين كده، وقرن فلفل حطيتهم بالشكل ده كده، وهسيبهم بقى وهروح اغلي مية في الكاتل. احط لها كمان كوبايتين من المية. بعد ما اولعها الفرن بقى على اعلى درجة حرارة. طبعا اول نص ساعة بتسيب الفرن عالي جدا او على درجة حرارة عالية، وبعد كده بتسيب الفرن على درجة حرارة متوسطة. وبتاخد معاكي، خدت معايا حوالي ساعة ونص. نزلت عليها بالمية المغلية بالشكل ده كده، وهعملها بورق فويل وهدخلها بقى في الفرن، وهسيبها لحد ما تستوي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين بالشكل ده كده يا جماعة، مش هتاخد معانا وقت خالص، وبتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا
معلش كانت الكاميرا فاصلة معايا وانا مطلعها من الفرن، مفكرة طبعا ان الكاميرا شغالة. انا شلت طبعا اللي هي العظمة اللي في الورك دي. وبكده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص، واسيبكم في امان الله، مع السلامة.